الإنسان مناعته أو شخصيته عموما بتتأثر بالحاجات اللي بيشوفها كل يوم. طبعا انت تعرف ان الناس ما تعرفش هي بتقعد قد ايه على السوشيال ميديا وبتسبند تايم قد ايه. المشكله مش انك تقعد على السوشيال ميديا، يعني عايز اقول لك انت ممكن تقعد على السوشيال ميديا تعمل بيزنس، ممكن تقعد على السوشيال ميديا تتعلم لغه، ممكن تقعد على السوشيال ميديا تعمل اي حاجه، تتعرف على ناس جديده. شوف انت عايز تاخد ايه. نرجع تاني، انت اللي تركب مش تتركب، يعني انت اللي تسيطر، مش السوشيال ميديا هي اللي تحركك. شوف انت عاوز تعمل ايه، شوف انت عاوز توصل لايه واستخدم ده ليك، مش تبقى اداه مفعول بيها. اداه بقى اللي هو فاهمه، تشوف مش عارف امه ايه وابوه ايه وناس بتشوفها وبتشجعها. حاجه يقول لك يعني الناس دي جابت فلوس منين؟ ما جابت عشان انت مغفل، جابت عشان انت بني ادم مهزأ برضه يعني. حسن. هو انت هو مش بس مهزأ عشان هو طلع لايف، انت كمان مهزأ عشان تتفرج عليه. بالظبط. يا عم بتعمل ايه؟ انت وقتك انت يعني، احنا الكابيتال بتاعنا راس مالنا مش فلوس بس. طب ما انا طاقتي ومزاجي ووقتي ده غالي جدا، غالي جدا. ان انا مثلا عندي 24 ساعه في اليوم اضيع منهم مثلا ولو 15 دقيقه على القرف ده. طب ليه؟ طب ما 15 دقيقه دول اعمل فيهم حاجه ليا انا. ده لو قعدت كده مع نفسي في الصمت، ولا قعدت سمعت اغنيه لفيروز، ولا قعدت شربت حاجه مع انسان بحبه، يعني ابرك لي ايه القرف ده؟ يعني حتى يا عم لو عاوز تهرب من الواقع ما تهربش بالقرف ده. فده كله بيأثر في المناعه.